السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. امبارح واول امبارح بالليل فوجئنا بالكلام اللي بيقوله سياده الرئيس ابو حنان، رئيس اقوى دوله على مستوى العالم فيما يخص ارض مصر، وقناه السويس جزء من ارض مصر، ممر ملاحي يخص العالم كله كتجاره، خروج ودخول، مرور بالعكس، الكلام ده كله. ولكن علشان حد يتكلم في ملكية خاصة فهو مملوك من الأول للآخر لجمهورية مصر العربية. قناة السويس يا سادة محترمين مش ممر ملاحي بالمجان لأي دولة أيا كانت قوتها ووجودها على مستوى العالم كله. قناة السويس اللي مقصود بيها كسر شوكة مصر. قناة السويس اللي مقصود بيها إن عايز يهيمن على جميع الممرات المائية على مستوى العالم، وليست قناة السويس وقناة بنما فقط. إذا ما كانش عاجبه قناة السويس فعنده رأس الرجاء الصالح يروح يمر منه، لكن علشان يقول لولا وجودنا ما كانتش هتبقى موجودة قناة السويس، فقناة السويس في الوقت اللي اتحفرت فيه كانت أمريكا غرقانة في الحروب الأهلية هناك ولا تفقه أي شيء عننا. قناة السويس واللي مقصود بيها لما يقول لك السفن التجارية والسفن الحربية تمر بالمجان، فدي بلطجة يا سادة يا محترمين. لو مصر وافقت، شوف بقى الكلام، لو مصر مبدئيا وافقت علشان يعني نشوف بقى حاجة تانية بقى، ما انا عمال اقفل لك في الحجج اللي انت عمال تعملها، اللي مقصود بيها تحتلوا مصر من الشمال او من الجنوب او من الشرق، وانا عمال اقفل لك في الحجج بتاعتك بوجودي العسكري في المنطقه. فان وافقت مصر وقالت، وده طبعا من رابع المستحيلات، مفيش الكلام ده ما يحصلش ابدا بامر الله، لان احنا هنفرط في جزء من ارض مصر، هي يا سينا يا قناه السويس يا تبعت لي من ناحيه السودان. ايه الكلام الفاضي ده؟ فطبعا بعد كده هنلاقي ايه بقى؟ ان ما في اي حاجه هتمر من قناه السويس الا وهنلاقيها رفع العلم الامريكي، وبدل ما الرسوم ما تندفع لمصر تندفع لامريكا. ما هو قال لك السفن بتاعتنا تعدي من غير اي رسوم سواء كانت تجاريه او عسكريه، واحنا كمصر ناس كرم وناس ضيافه، اهلا وسهلا بيك، ما جاتش عليك، خش من غير رسوم. بعد كده هنلاقي المراكب اللي بتعدي بنما غيره ايا كان مش هترفع العلم بتاع البلد اللي هي جايه منها، هترفع علم امريكا، ويروحوا بقى يسددوا الرسوم هناك، واحنا بقى نلم الرجاله بتاعتنا اللي بتدير قناه السويس في الاتجاهين ونروح نقعد بيهم بقى ايه في قهوه، نقعد بيهم في كافيتيريا، كل واحد بقى خلاص بقى نوديه اعمال اداريه في اي شركه تانيه وخلاص، ونرمي طوبتها واحنا مالناش دعوه بقناه السويس. ده المقصود. شو هي خطوه هتوصل لخطوه، وده عند امك يا سوكا. انا قلت لك قبل كده الكلام ده. مش معنى ان احنا دوله الحجم صغير وما نجيش مثلا كولايه من الولايات المتحده الامريكيه في المساحه، معنى ذلك ان احنا ممكن نفرط في اي حق من حقوقنا. دي عمرها ما تحصل ابدا. الله، طب ما الكيان ارض محتله من ما فيش عملوا لنفسهم دوله. قد ايه مساحتها؟ مساحتها قد محافظه من محافظات مصر، ومع ذلك عاملين نوش للعالم العربي كله بحمايه الولايات المتحده الامريكيه. كل حاجه ليهم الاولويه فيها. لكن بامر الله يعني عندنا احنا كمصريين احنا في امور ما بنعملهاش حساب، في بعض الامور ما بنعملهاش حساب. يعني ايه؟ يعني انا اتفرض عليا القتال هقاتل، مش هقول ده اقوى مني، مش هقول ده اكتر مني، مش هقول ده معفي بالسلاح النووي، مش هقول ده محمي بمعرفش ايه، مفيش الكلام ده. ان يتفرض علينا هنكون موجودين ونكون او لا نكون، زي ما حصل في 73 يا ساده يا محترمين. باقل الامكانيات انت واجهت عدو شرس، عدو مدجج باحدث الاسلحه، ما حصلتش مع حد قبل كده. كانت بتجيله الدبابات، خط طيران اتفتح بينه وبين الولايات المتحده الامريكيه، كانت بتنزل خلف الخطوط مع سينا دبابات حديثه، كانت بتنزل وعليها الطقم بتاعها اللي يدخل يضرب ويشتغل. فيا ساده يا محترمين احنا لو اتفرض علينا القتال هنكون موجودين، مش عمرنا ما هنتخلى عن شبر من ارض مصر. ممر ملاحي. الله، طب ما الشهر اللي فات
حاول الطيران الامريكي يدخل الاجواء المصريه علشان قال يعني بحجه انها عدي ورايح في الحته الفلانيه، تصدى ليه الطيران الحربي المصري واجبره على الرجوع لانك ما معكش تسريح مرور. ومن ساعتها طبعا طق في دماغ ابو حنان انه هو عايز يسيطر على مصر باي شكل من الاشكال. هو انتم مش واخدين بالكم من اللي حصل في 7/10 مع اخواتنا الفلسطينيين ومع الكيان اللي مقصود بيها ان هم يرجعوا ياخدوا سينا تاني ويهجروا الناس؟ دي قصة تانية وكلام تاني احنا هنقوله. لكن اللي قناة السويس مش خط احمر، دي 100 خط احمر ورا بعض. ارض مصرية، ملاحة مصرية، الاجواء الجوية مصرية، الطرق البرية مصرية، كل بلد لها حدود واحنا ما بنعتديش على حد. تيجي اغنى دولة واقوى دولة على مستوى العالم عايزة تمارس عليك البلطجة، يبقى ساعتها اكون او لا اكون زي واحد بلطجي كده بيعدي من عندك من الشارع وعاوز يعمل حجر عليك جوه بيتك واهل بيتك. ساعتها انت مش هتفكر البلطجي ده معاه سلاح ناري ولا معاه سلاح ابيض ولا معاه 5 6 مبرشمين زيه. انت عايز تدافع عن شرفك وعن اهل بيتك. لا، اي حاجه تحصل بعد كده تحصل وانا ميت، مش تحصل وانا حي. فاحنا عمرنا ما هنتخلى عن ارضنا وعن حدودنا مع جميع الدول، وعمرنا ما هنتخلى عن الملاحه في جوه الكيان المصري. احنا لينا حدود، محدش يعدي حدوده معانا. دوله قويه، دوله ضعيفه، احنا ما بنفتريش على الضعيف، فالقوي ما يفتريش علينا، لان مش هنسلم بالسهل لاخر جندي في القوات المسلحه، لاخر فرد في الشعب المصري. وساعتها بقى على الدنيا السلام. لما تخش بقى على جثثنا دي حاجه تانيه، لكن تفرض علينا البلطجه ابدا مش هيحصل. احنا اكدنا المهمه بتاعتنا ودرسناها وتفهمناها كويس جدا. احنا هنأمن قناه السويس بكل ما نملك من قوه وامكانيات. احنا مش هنسمح لحد يضيع جهدنا وحلمنا. قواعد الاشتباك معلومه للجميع، نفذوها بكل حزم، اضربوا بكل قوه وبكل قسوه وبلا رحمه كل من تسول له نفسه محاوله افساد فرحه المصريين. انا عايز اقول انكم هتفخروا لانكم كنتم ضمن عناصر التامين اللي حمت وامنت حلم المصريين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.